الي يوسف يعطيك الصحه والعافيه. يمكن عبد الرزاق ما اعطانا فحوى المباراه هذه اليوم، ما شفنا العنابي. وين العنابي اليوم؟ قلنا احنا بعد مباراه الارجنتين وصولنا هالدور المهم كان ممكن العنابي يقدم يعني مستوى افضل من اللي شفناه. فرص ضائعه كثيره، مرتدات استغلوها الالمان بشكل كبير، ثغرات موجوده في الدفاع. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. انت كلامك صحيح. اليوم العنابي اعتقد تخلف عن الحافله التي تنقل العنابي الى ارض الملعب. اجساد موجوده في الملعب، ارواحهم ظلت في معلش هذه تستوي يوسف، تستوي، لكن اللي احنا يعني اليوم اللي حزف النفس ان العنابي ما ظهر حتى الروح اللي تكلم عنها. الله يعطيك العافيه، ما قصروا، عطوا. هناك لعيبه اخذلونا، خلاص اكثر من كذا ما اقدر اقول. هم اللعيبه يوسف وضح. مثل ما شفت اكيد سهيل يوسف الهيل ما قدر يتمالك نفسه، اكيد دموع يعني الحزن على خروج العنابي. كان العنابي ممكن يقدم اللي عنده، لكن النقطه الاهم يعني قال في لعيبه خذلونا، في لعيبه ما قدموا يعني الروح المطلوبه في مباراه مثل هذه مهمه. سهيل احنا نتكلم يعني بنخرج من دوره اولمبيه، يعني كانت الفرصه مواتيه امام العنابي، كان ممكن يجاري، وانت شفته من بدايه المباراه كان يجاري المنتخب الالماني، فرق هدف، تقدم العنابي، لكن في النهايه فقدنا المباراه مثل ما شفت. لكن العنابي في النهايه وصل للدور ربع النهائي كاول مشاركه له في دوره اولمبيه، لكن اكيد ما حد راضي على المستوى اللي ظهر فيه اليوم العنابي امام المنتخب الالماني. احنا عارفين ان المنتخب الالماني منتخب قوي جدا، عارفين انه بطل اوروبا، عارفين انه عنده امكانيات، عارفين انه، لكن احنا في المقابل ما كنا اقل منهم. سهيل يعني اذا شفت المباراه من بدايتها لنهايتها، يعني نهايه الشوط الاول كان هو الفارق، هو اللي عمل نقطه التحول وفرق المنتخب الالماني ب4 اهداف وحافظ عليه ووسع الفارق.